السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا بصحة وعافية وانتم تشاهدوا في لا فيديو هذا. اليوم راح نديروا مع بعض الميني كيك. كما نعرفوا كامل الميني كيك سهل في التحضير ومقاديره بسيطة. نديروا 2 حبات تاع بيض، ندير لهم كاس الا ربع السكر العادي، وندير لهم ملعقة صغيرة لافاني. انا دائما في الوصفات تاعي نبغي ندير قشور الليم، يعني قشور حبه قارص اللي كيما تقدري تستغني عليهم. نبغي انا هذيك البنه تاع قشور الليم، واللي ما عندهاش تقدري تستغني عليهم نهائيا وديري فقط لافاني. وعندي كاس الا ربع الزيت، ونخلط كلش مع بعض. وندير كاس الا ربع الحليب، ندير ملعقه كبيره معمره مليح كاكاو البني، ونخلطو مليح. هنايا من الاحسن تكوني مغربلاتو باش ما يديرلكش هذوك الحبيبات في الخليط تاعنا. ومن بعد مباشره راح ندير الفرينه. راح ندير الكاس الاول تاع الفرينه، ونزيد الكاس الثاني يكون كاس معمر مليح، وندير كيس خميره فوريه الوزن تاعو 10 غرام، ونخلط مليح. وهنايا الفرينه من الاحسن تكوني مغربلتها. نخلط مليح بهذا الشكل حتى يولي الخليط بهذا الشكل. نجيب ليمون اللي راح ندير فيهم، انا راح ندير فيه هذو مسحتهم بالمارغرين ورشيتهم كميه تاع الفرينه، وراح نعمرهم مباشره. هنا راح ندير مغرف كبيره معمره، يعني ما نعمروش ليمون حتى الفوق. الخليط تاعنا راه فيه الخميره باه ما تسيحش من المول هذاك. راح ندير مغرف كبيره. نعمرهم كامل. راح نشعل الفور على 120 درجه ونديرهم يطيبوا. كي نشوفهم حماروا مع الحواشي راح نشعل لهم الفوق، وكل وحده والفور تاعها. انا هنايا تقريبا داولي نص ساعه في الطياب تاعهم. شوفوا هنايا درت شحال درت من حبه وبقى لي الخليط، يعني نعاود نعمرهم ونعاود نطيبهم، يعني كميه لاباس بها. نديرهم يطيبوا مباشره. بعد ما طابوا وبهذا الشكل نحاول نقلعهم وهما سخونين باه الكيك تاعنا ما يعرقش في هذوك الليمون. راح يتنحاو مباشره خاطر رانا ماسحين الليمون بالمارغرين وبالفرينه. شوفوا كيفاه جاو ما شاء الله. يعني هنا ما تعمريش ليمون تاعك حتى الفوق باه ما تسيحش هذيك باه ما يخرجش هذاك الخليط. نقلبهم كامل ونخليهم يبردوا ونمروا نحضروا الكليمه تاعنا. هنايا درت كاس الا ربع الحليب يكون عادي يكون بارد، نديرلو مغرف كبيره السكر العادي، ومغرف كبيره مايزينا، ومغرف كبيره كاكاو البني. درت السكر والمايزينا وراح ندير الكاكاو. نخلط هنايا كلش بارد في بارد، نخلط حتى يتحل لنا كامل هذاك الكاكاو، ونديرو مباشره فوق النار. نقص للنار ونقعد نخلط حتى يثقل عندنا الخليط بهذا الشكل. بعد ما يثقل الخليط هنايا جبت 25 غرام تاع الشوكولا. هنايا من الاحسن تكون الشوكولا تاعك احلى، تكون سوداء. ونقعد نخلط فوق النار حتى تذوب كامل هذيك الشوكولا.
بعد ما تذوب بهذا الشكل وهي سخونه راح نقلعها من فوق النار وندير لها ملعقه صغيره مرقارين دايبه. ونخلط هذيك المرقارين والكريمه تاعنا راهي سخونه، نخلطها حتى تذوب كامل. مباشره راح نعمر بها الحلوى تاعنا، يعني راح نزينها من فوق. هنايا الا درتي 2 حبات تاع بيض راح تكفيك هذيك الكميه تاع الشوكولا. الا درتي اكثر تقدري تضاعفي المقادير. قيس. وعندي هنايا حبه تاع بنان زينت بها، والتزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري. هذيك الحبه تاع البنان قسمتها دوائر وزينت بها. واذا ما كانش عندك تقدري تخلي الميني كيس تاعك بهذا الشكل، يعني بالشوكولا فقط، راح يجيك بنين بزاف ويجي التزيين تاعو شباب ولا باس عليه. المهم وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه ونتمنى تجربوها وتدعموني وتشتركوا في القناه وما تنسونيش بلايك الفيديو باه الجميع يستفادوا. شكرا على المشاهده، شكرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.